ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعادة يا رب. ربي اللهم يعزك يا رب. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف الاكل النهارده، الفطار القمر دوت. عملنا النهارده بقى ايه؟ حبة كده بابا غنوم كده قمر كده زيكم والله، ايه كباب حلة كده. هقول لكم بقى تعملوه ازاي بالجمال والحلاوة دي، اي حد يدوق من ايديكي يقولك ايه ده انتي بتعمليه بالحلاوة دي ازاي. هو بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة هنحط معلقة كبيرة كده سمنة او زيت اللي انتي حابة، بس هو طبعا بالسمنة بيبقى احلى. زي ما انت بقى شايفة كده. طبعا ده ايه يعني، انا قطعت كده 4 بصلات كده. بصلتين كبار وبصلتين ايه وسط كده. زي ما انتوا بقى شايفين كده. طبعا هي كباب الحلة بيعشق احلى اسمها بصل يعني. انا هعمل قدين كباب حلة نص كيلو من اللحمة. زي ما انتوا بقى شايفين كده. ونزلت بقى بالبصل بتاعي وهفضل بقى احمر فيه كده لحد ما يدبل معايا. ويتحول كده للون الاصفر او البامبا. ويكون ايه يدبل معايا شويه، مش عايز زي بقى كده. فضلت بقى احمر فيه زي ما انتوا بقى شايفين كده لحد ما اداني اللون اللي انتوا شايفينه ده اللي هو ايه اصفر. يعني كان مقارب على البامبا شويه. ومعايا بقى نص كيلو اللحمه طبعا. انا طبعا قطعته كده مكعبات صغيره. وايه غسلت اللحمه مره واحده بس. زي ما انتوا شايفين بس ايه مكان ايد الجزار يعني. وبعد كده ايه نزلت باللحمه كده بقى واشوحها كده مع البصل. زي ما انتوا شايفين وصفة سهلة وبسيطة جدا بس ايه جميلة ونتيجتها بجد هايلة وطعمها يعني مش قادرة اقول لكم تحفة ازاي. بجد لازم تجربوها. هتدعولي بجد. طبعا لايك وشير اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة يا اماراتي يا حلوين. زي ما انتوا بقى شايفين كده. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة. زي ما انتوا بقى شايفين معايا بقى ايه. معلقة صغيرة 7 بهارات ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. ومعلقة من الماجي، معلقة صغيرة من الماجي. ده الماجي اللي انا بقول لكم عليه. طبعا زي ما انتوا شايفين بس الملح مش هننزل بيه غير اما تستوي. عشان طبعا الملح طبعا بيعطل موضوع التسوية. زي ما انتوا بقى شايفين كده. ونزلت بقى ايه بمعلقة صغيرة من السكر. طبعا السكر ده بيعجل من تسوية اللحمة. وتضمني ان هي تستوي. اما لو انت جايبة لحمة بلدي وما بتاخدش سوا على النار كتير خلاص مش لازم السكر. بس انا دي لحمة مجمدة طبعا وبتاخد سوا كتير قوي. فالسكر ده بيعجل من تسويتها بسرعة. زي ما انتوا شايفين كنت حاطه جنبي ميه بتغلي على النار، بس طبعا الميه زادت مني طبعا بعتذر يعني، انتوا طبعا ما تنزلوش بالكميه دي كلها يعني. هي رتل ميه كفايه. بس مش مهم يعني، انا سبتها بقى على نار عاليه ما وطيتش عليها شربت بقى الميه بتاعتها. اما انتوا لو حاطين رتل من الميه بس. هتحطوا. هتوطوا عليها اول ما تغلي وتسيبوها تستوي بقى براحتها. ما معايا بتنجان الصغنطوطه بنتي بقى كانت حابه توريها لكم يعني. انا قلت لها مش لازم بس هي اصرت توريها لكم. معايا البتنجان طبعا البتنجانيه دي غسلتها طبعا. وبعد كده نشفتها وحطيتها على النار خدت بقى ايه اتشوت من ناحيتين اهي. لما اتشوت من الناحيه دي قلبتها على الناحيه التانية بصوا. اتاكدت امتى اللي هي اتشوت من الناحيه دي لما دوست عليها دخلت قوي. لو ما دخلتش قوي زي ما انت شفتي كده يعرفي ان لسه البتنجان بتاعك ني وعايز يستوي، عشان لما تيجي تهرسيه. هتلاقيه ماسك قوي وهيتعبك قوي في الهرس ولما تيجي تاكليه مش هيعجبك خالص. زي ما انتوا بقى شايفين كده باب الحله بقى خلاص هو قرب يتشرب. فلما خلاص يدخل كده على قرب التشريب انا لازم احط له بقى في المرحله دي الملح. طبعا الملح بقى ظبطي بقى الملح بتاعك وبقى ايه اقلبه واسيبه بقى لحد كده ايه. ما يتشكشك معايا بتبقى قمر كده كباب الحله قمر كده زيكم والله. زي ما انتوا بقى شايفين كده. واقلبها كده واسيبها لحد ما تشكشك كده معايا. وتعالوا بقى نشوف البتنجان القمر دوت. هي طبعا كان في بتنجانيه كان معاه بس ايه انا سبته وجبته بقالي كام يوم يعني نسيته في التلاجة. ففي واحده منهم باظت وانا بصراحه زعلت عليها قوي. بس ما شاء الله البتنجانتين دول يعني عملوا لنا. كميه حلوه يعني من البابا غنوم يعني ما شاء الله. الطبق اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. طبعا انا هقول لكم طبعا على اسرار بابا الغنوم اللي انتوا تعملوها طبعا وينجح معاكم. واللي يدوق من ايديك يقولك الله ايه البابا الغنوم الجميل والحلاوه ايه القمر ده. انت ازاي عاملاه بالحلاوه دي. زي ما انت بقى شايفه كده هقشر بس البتنجان طبعا تقولي بتقشري البتنجان وهو سخن اقول لك اه. يعني سبت بس يدي ايه يهدى 5 دقايق وقمت قشرته كده. انا بحب اقشره وهو سخن. لاني مش بحب الميه بتاعته تنزل لاني لو سبته. برد هينزل الميه اللي فيه وانا مش حابه بصراحه ان الميه اللي فيه تنزل لان الميه اللي فيه. هي اللي بتطعم البابا غنوم. زي ما انتوا بقى شايفين كده وهقشره بقى. لقيت كده القشره دي سخنه قوي مولعه بصراحه فقمت جبت كده السكينه مشرشره وقشرتها بيها. بس طبعا شويه بقشر بايديا وشويه بقشر بالسكينه مش على طول يعني. زي ما انتوا بقى شايفين كده قشرتها وحاطه بقى في الطبق اللي انا هعمل فيه. ومسكتها كده قطعتها بقى بالسكينه كده. زي ما انتوا بقى شايفين طبعا البتنجان دوت البابا غنوم دوت بيبقى من اجمل الاكلات اللي ممكن تعمليها لانه ايه. مشوي. فبيبقى طعمه حلو قوي. زي ما انت بقى شايفه كده انا ايه حطوه في الطبق وتعالوا بقى ايه نجيب بقى ايه. ربع معلقه سكر كده صغيره.
او ربع معلقه عسل نحل ابيض. دي طبعا بتدي تطعيمه حلوه قوي. بس انا ليه نزلت بالسكر دلوقتي؟ لان طبعا هو سخن، انا عايزه السكر يسيح، لاني لو استنيت لما البتنجان برد، لما تيجي تاكلي البتنجان السكر هيقرش معاكي. فبحط كده ربع معلقه سكر، والبتنجانيه سخنه فالسكر كده بيسيح، وبعد كده بهرسه معاه. لو انت يعني عندك عسل نحل تقدري طبعا تحطي. هتقولي لي مسكر، اقول لك لا والله مش بيبان، ده بالعكس بيعمل تعادل حلو قوي في بابا غنوم. حتى اللي يجي ياكله بيقول لك الله انت بابا غنوم بتاعك مميز غير اي حد. ده بقى اللي بيخلي بابا غنوم بتاعك مميز غير اي حد. زي ما انتوا بقى شايفين كده كباب الحله طبعا خلاص كده تشكشك وخلاص، وتظبط كده بالملح وتحيق بالملح بتاعه، وبقى تمام قوي. طبعا سيبي الصوص اللي فيه ده، طبعا الصوص اللي فيه ده هو اللي بيحلي بقى كباب الحله جدا. انا بقى طفيت عليه وغطيته معايا بقى كده ب10 جنيه طحينه. يعني ب10 جنيه دول ايه قيمه معلقتين كده كبار من معلقه الاكل كده. زي ما انتوا بقى شايفين كده، عندك طبعا طحينه في البيت حطي معلقتين كبار طحينه. زي ما انت شايفه ده، يعني كان اقل من نص كيلو بتنجان اللي انا عملته ده، ما كانش نص كيلو، يعني اقل بحاجات بسيطه. زي ما انت بقى شايفه كده. ومعايا بقى ايه؟ زبادي. هاخد كده ايه معلقه كبيره زبادي، يعني معلقه وربع كده زبادي. زي ما انت شايفه ده الزبادي اللي احنا عاملينه مع بعض طبعا في القانون. زي ما انتوا بقى شايفين كده، خدت معلقه وربع بس، والباقي طبعا هركنه في التلاجة نسحر بيه. زي ما انتوا بقى شايفين كده، وهقلبه كويس. الطحينه مع الزبادي احلى بابا غنوم ممكن تاكليه في حياتك. بجد حلو قوي، حتى لو بقى منك وتسحري بيه بجد في السحور بيبقى بجد جبار قوي. بيبقى أكلة يعني جميلة جميلة جميلة. جنبها بقى حبة فول كده والزبادي بقى، وبقى دي بقى العجينة الطعمية، واقلي حبة طعمية كده قمر كده زيك. ومعايا بقى نص ليمونة كده، اعصر نص الليمونة. نص ليمونة كفاية قوي على الكمية دي، حلوة أوي يعني مناسبة أوي للكمية اللي احنا عاملينها. لو عاملة طبعا أزيد زودي، بس هي الكمية دي كويسة يعني في رمضان، ما تزوديش قوي. زي ما انتي بقى شايفة كده، ونحط معلقة كبيرة من الخل. طبعا برضو الخل مع الليمون بيدي طعم تحفة بجد لبابا غنوم. بجد لازم تجربيها هيعجبك قوي. ومعايا بقى معلقتين زيت كبار كده من الزيت. والتوابل طبعا معايا نص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره كزبره، وربع معلقه فلفل اسود، ونص معلقه شطه. بس كده، هي التوابل بسيطه خالص زي ما انت شايفه. وحبه ملح بقى، ظبطي بقى الملح بتاعك زي ما انت شايفه كده، وخلاص كده. هي كده بابا غنوم تمام. وبقى تجيبي بقى ايه حبه بقدونس كده. طبعا البقدونس غسلاه قبل ما اقطعه، وبعد كده قطعته، واخد بقى حبه بقدونس احطه عليه. طبعا البقدونس ده بيدي طعم حلو قوي لبابا غنوم. بجد احلى طبق بابا غنوم تاكليه في حياتك، والله تحفه تحفه، عجب الولاد قوي. وقالوا لي يا ماما بجد تسلم ايديكي، بجد تحفه. زي ما انتوا شايفين طبعا لازم تجربي البابا غنوم ده. بجد من الاكلات الحلوه، وكمان بتليق قوي جنب السحور. زي ما انتي بقى شايفه كده، واحطه بقى في سيرفيس كده قمر كده زيك. وافرده بقى بشكل كده حلو، هندمه كده بقى. وافرده بقى بالشوكه. زي ما انت شايفه كده، حاجه كده جميله وحاجه كده نظيفه، وانتي اللي عاملاها بايديكي. زي ما انتي بقى شايفه كده، قمر قمر. واجيب بقى كده ايه حبة بقدونس كده وازوق برضو. طبعا الواحد بياكل بعينيه قبل ما بياكل كده ايه زي ما بيقولوا ببقه كده. فنزوق كده ونظبط الطبق بتاعنا عشان يبقى شكله حلو. زي ما انتوا بقى شايفين كده، الولاد بيحبوا التزويق لما بيشوفوا حتى الحاجه، لو حتى لو مش بيحبوها، لو متزوقه هياكلوا منها عشان هي شكلها حلو. زي ما انتوا بقى شايفين كده، شكلها بجد تحفه قوي. زي ما انتوا بقى شايفين، لازم بجد تجربوها، الوصفه دي بجد جنان. زي ما انتوا بقى شايفين، تعالوا بقى نغرف الكباب الحله القمر ده. بجد مش قادره اقول لكم طعمه، يعني بجد يعني ايه الجمال والحلاوه دي. احلى كباب حله ممكن تاكليه في حياتك. وبجد يعني بسيط وسهل، بس يعني في الاخر النتيجه بجد كانت هايله قوي. يعني على قد بساطته على قد طعمه التحفه. فسبحان الله، في حاجات تبقى بسيطه بس طعمها بيبقى حلو، في حاجات تحط لها حاجات كتير قوي في الاخر ما تحسيش بطعمها. ما شاء الله بقى، حمرنا جنبه بقى حبه بطاطس كده زي ما انتوا شايفين، رشيت بقى ايه دي بهارات بطاطس كتير قوي عليها دي.